والتر زينجا الملقب بالرجل العنكبوت مولود في 28 من أبريل لعام 1960. مسيرته كلاعب بدأت على مستوى الشباب مع انتر ميلان فريق المدينة قبل أن ينتقل بين أندية من الدرجات الدنيا في بداية مسيرته الاحترافية. التألق جاء مع الانضمام إلى انتر ميلان في العام 82. استمر معه حتى عام 94. في صفوف النيراتزوري ارتفعت أسهم زينجا بعد أن دافع عن مرمى فريقه في 328 مباراة. الإنجازات مع الإنتر تشير إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 89، إضافة لإحراز كأس الاتحاد الأوروبي عامي 91 و 94. انتقل إلى سامدوريا في العام 94، بعدها بعامين إلى بادوفا قبل أن يجرب حظه مع النادي الأمريكي نيو إنجلاند ريفولوشن عام 97. ترك الفريق في موسمه الثاني ليشارك في التمثيل في مسلسل إيطالي قبل أن يعود إلى ذات الفريق في عام 99 ليقوده كمدرب، بالإضافة لحراسة مرماه. بعدها أعلن الاعتزال. زينجا كان الحارس الاحتياطي الثالث لمنتخب بلاده في مونديال المكسيك سنة 86 قبل أن يصبح الخيار الأول لمدربي الأتزوري في كأس أوروبا 88 وبعدها في مونديال 90 عندما نالت إيطاليا المركز الثالث. وحافظ زينجا آنذاك على شباكه نظيفة في 5 مباريات متتالية في عالم التدريب. وبعد التجربة الأمريكية القصيرة قاد ناديا هاويا في ميلان، بعده تحول إلى رومانيا ليتولى المسؤولية مع ناشونال بوخارست، وبعدها بعامين مع ستيوا بوخارست. وبعد إقالته في 2005 انتقل إلى النجم الأحمر في صربيا وقاده لإحراز ثنائية محلية بلقبي الدوري والكأس. فترة غير ناجحة في تركيا في 2006 ورحلة قصيرة مع العين الإماراتي ودينامو بوخارست الروماني في 2007. في أبريل 2008 يعود زينجا لتولي قيادة أحد فرق الدرجة الأولى في بلاده لأول مرة مع نادي كاتانيا وأنقذه من الهبوط. تواصلت المسيرة مع كاتانيا حتى صيف 2009، ولدهشة الجميع ينتقل لتولي المسؤولية مع باليرمو الغريم التقليدي لنادي كاتانيا في جزيرة صقلية. 13 مباراة فقط، آخرها كان التعادل مع فريقه السابق كاتانيا. يتلقى زينجا البطاقة الحمراء من إدارة باليرمو ويبحث عن عمل جديد. وحيد رزق المصري العربية.